السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم حبايبي متابعيني. معاكم ميرفت من قناة لوك أند كوك. أهلا بيكم. إن شاء الله هنعمل النهاردة الحمام. يلا بينا نلوك عشان نكوك. يا ريت تتفرجوا على الفيديو لآخره بقى، واللي ما اشتركش في القناة أول مرة يشوفني يبقى يعني يشرفني كده ويعمل اشتراك وبقى لايك وشير. هنعمل النهاردة الحمام بالفريك. احنا معانا بصلتين كبار حلوين بنبشرهم ونحط عليهم معلقة فلفل كبيرة، معلقة كمون كبيرة، معلقتين ملح، وهندعكهم كويس قوي. وعندنا فريك منقوع نعينه ساعة او ساعتين. آه، فريك نضيف يكون متنقي كويس مفيهوش حصى ولا حاجة، تخلوا بالكم. وتنقعوه تصفوه كويس من المية، وبعدين تدعكي البصلاية كويس قوي كده عشان تنزلي المية. الكمون ده مهم قوي للحمام وللبط يا جماعة، لان البط بيبقى فيه زفارة والحمام بيبقى فيه زفارة شوية، فالكمون بيضيع الزفارة دي وبيدي تست عالي قوي قوي للبط والحمام. بعدين بنحط معلقة سمنة بلدي على البصلة بندعكها معاها، وبناخد الشوربة بقى دي بنعمل عليها عليها رز، بنعمل عليها الرز بتبقى جميلة جدا، وملوخية برضه بتبقى جميلة قوي. احنا معانا دلوقتي الفريك غسلينه هنحطه عليه منقوع بس، وهندعكه كويس وهنبتدي نحشي الحمام. الحمام بيتحشي تلتين، يعني الحمامة بتاخد تقريبا يعني ايه كبشة فريك او كبشة رز، يعني زي ما بتاخدي في ايدك كده كبشة، هي بياخدش اكتر من كده الحمامة. وما تكتريش عشان ما الحمامة ما تنفجرش منك وتطلع نية، فلازم تحشيها تلتين. التلتين يبقوا فيهم حشوة والتلت فاضي علشان يطلع ينفش فيها الرز او الفريك. واحشي في الجناب كده بين الفخاد كده خفيف خفيف عشان كل ده بيطلع بقى وبيكبر، وهتلاقي انت هتشوفيها دلوقتي بتالك انها صغيرة، اول ما تستوي هتلاقيها بقت ما شاء الله اللهم بارك من الصدر والزور، وكله مليانة على الاخر وايه مكبوسة. بس انا مش كبساها، انا سايبه لها مساحة عشان ايه تستوي. الصدر بقى الزور بتحشيه بشويش، بتحشيه طبعا بشويش بياخد التلت برضو، ويبقى طري فاضي يعني مبطط كده، ما تحشيه يبقى مبطط. وبعدين بتحشيه قوي كويس، وبعدين بتيجي تحت الجناحات، الجناح اليمين والجناح الشمال، بتروحي بعد ما حشيتيهم كده بتبتدي تشقي تحت الجناحين شق صغير ببوز السكينة زي ما انت هتشوفي دلوقتي في الفيديو. انا بس بوريكي ازاي تحشي الاول، لان طبعا هو حشو سهل يعني مش صعب، وتحاولي تنضفيها كده على طول يعني وتنزلي الزيادات منها. وبعدين بقفلها انا برضو بخلة، احب اقفل الزور من فوق بخلة ومن تحت برضو، رغم ان انا بدخل الرجلين في الفتحة بتاعة الحمام، لكن برضو بحب ايه اسدها بالخلة، اخدهم على بعض كده بالخلة عشان الفريك ما يطلعش منها ولا الرز يطلع منها وينزل في الشوربة. يا ريت لايك وشير بقى واشتركوا في القناة كده ودعموا القناة عشان تكبر، عشان نقدم فيها كل جديد، وإن شاء الله نعمل حاجات تفيدكم. وأتمنى أن يكون فيديوهاتي تكون فعلا بتفيدكم وبتتعلموا منها وبتعرفوا منها معلومات، وده يعني ربنا أعلم بيا، أنا فعلا أتمنى أن أنا فعلا الحاجة اللي بعملها تستفيدوا بيها وتكون بتفيدكم فعلا. هو أنا حشيتهم كده، وزي ما قلت لكم باجي تحت البط اهو، هنا بقفل الزور وبقفل تحت كويس، وبنضف فردة الحمام من الزيادات. وبعدين باجي تحت البط بروح بقى فاتحة بوز السكينة، مش تحت البط، تحت الجناحات، الجناح اليمين والجناح الشمال، بروح فاتحة فتحة كده بوز السكينة عشان المية تدخل اهو تدخل للفريك اللي جوه او الرز يستوي كويس. بنغلي بقى مية مغلية، يتسقط في مية مغلية فيها بصل وفيها حبهان وفيها فلفل وفيها ورق لوري. لو تحبي تضيفي اضافات ضيفي اللي تحبيه، بس انا ما بحبش احط
في الشوربة عامة غير البصل وورق اللوري والحبهان ومستكة وكده. كل واحد دي أذواق. وحتى التوابل أنا ما بحبش أتبل الطيور قوي، لكن انت عايزة تزودي التوابل زودي براحتك. بس أنا بقولك اللي عشان تحتفظي بطعم الحمام يبقى باين. أنا الحمام سلقته، أخد له ساعة إلا ربع تقريبا أو ساعة على البوتاجاز. بس خلي بالك وانت بتسوي، اول ما تلاقي الجناح بدأ هيطلع في ايدك وهيتحرك كده خلاص، انت هتحسي، هتلاقيه بقى ايه، تروحي شايلاه على طول وسايباه بره. وبعدين بتروحي محمراه في زيت غزير على سمنة او زيت لوحده، في حاجة غويطة كده، وتحمريه تحميرة حلوة وبألف هنا وشفا. وان شاء الله تعجبكم الوصفات، وان شاء الله تكونوا بتستفيدوا من وصفاتي. وبحبكم في الله. ربنا يعني يجعله بس كل اللي بعمله ده يعني يكون خير ليكوا وليا وللجميع ان شاء الله بإذن الله. يا ريت شير ولايك بقى، وان شاء الله بإذن الله نشوفكم في وصفات تانية. والسلام.